السلام عليكم. عمركم حسيتوا إن في مكان غريب حواليكم؟ شقق، عمارات، فنادق، حاجة كده بتحس إن عايزة تراقبك؟ يمكن باب يتقفل لوحده، أو الأسانسير يتحرك من غير ما حد يلمسه، أو ضحكة غريبة تسمعها في نص الليل. أكيد الموضوع غريب وممكن تحس إن دماغك مش عايزة تصدق، بس خليكم معايا لأن القصة اللي هتسمعوها دلوقتي أغرب بكتير. في بنت دخلت أسانسير وما طلعتش منه تاني. مش هزار ولا فيلم خيال علمي، ده حصل بجد. اسمها ليزا لام، كان عندها 21 سنة، كندية من أصل صيني. بنت كيوت كده في نفسها، شكلها من البنات اللي بتحب تصور القهوة وتكتب لحظة هدوء. كانت بتحب تسافر وتشوف العالم، بس شكل العالم بقى ما كانش ناوي يشوفها تاني. في يناير 2013 إليزا قررت تسافر لوحدها لأمريكا، وبكل حماس رفعت شنطتها وحاسة إنها هتعيش تجربة جديدة. وفعلا سافرت وكل حاجة كانت تمام جدا، لحد ما وصلت فندق سيسل، المكان اللي المفروض يكون رحلة بسيطة لكنه كان بداية الغموض كله. الفندق ده يا جماعة مش فندق، ده كابوس. قديم جدا، الناس بتقول عليه مسكون، وبيحصل فيه حاجات أغرب من امتحان عربي في ثانوية عامة، بالتحديد دفعة 2016. لكن إليزا كانت شايفة إن الدنيا جميلة، نزلت بوستات سعيدة، صور حلوة، وقالت اللوس أنجلس دي روعة تحفة. بس يوم 31 يناير إليزا اختفت. الشرطة راحت الفندق، سألوا الريسبشن فين يا عم الحاج إليزا. الراجل قال لهم كانت هنا امبارح والنهاردة معرفش راحت فين. فتشوا ايديتها، لقوا هدومها وشنطتها واللابتوب بتاعها، بس مفيش موبايل وملهاش أي أثر. يعني البنت راحت فين؟ ده حتى لو كانت زعلت ومشيت أكيد كانت هتاخد الشنطة، مش هتسيب الميك اب بتاعها أبدا، ولا هتسيب الشنطة أكيد تسافر لوحدها. بعد كام يوم مدير الفندق قال يا جماعة في فيديو من الكاميرات يمكن يفيدكم. الشرطة شافت الفيديو والعالم شاف الجنان. البنت دخلت الأسانسير وهاتك دوس على كل الزراير، تقولش بتلعب تكن وبتعمل كومبو، تبص يمين تبص شمال، تخرج بره ترجع تاني، تشوح بإيديها كأنها بتشرح لحد هو أصلا مش موجود. بس يا جماعة مفيش حد في الكاميرا أصلا، ولا في صوت ولا شفنا حركة تانية، وبعدين اختفت. وخلص الفيديو من غير ولا كلمة ولا أي أثر، ولا حتى المخرج قال قط. قول لي بقى يا معلم، لو كنت مكانها والاسانسير مش راضي يتحرك، كنت هتستنى ولا هتعمل زي كده وطرف جلابيتك في اسنانك وهاتك يا جري؟ ما انا ما عنديش طول بال للغموض ده برضه. وبعد 14 يوم من اختفائها، الناس اللي ساكنين في الفندق ابتدوا يشتكوا. واحد بيقول المايه لونها مش طبيعي، وواحدة بتقول الشاي بقى له طعم غريب. ما هو دايما كده الانسان همه على بطنه. المدير قالك طب نطلع نشوف الخزان. طلعوا فوق السطح، لقوا جثة إليزا جوه خزان المايه. بس هنا السؤال، هي ازاي وصلت هناك؟ السطح مقفول بمفتاح، والخزان عالي جدا، والغطا تقيل. ما هي يا جماعة برضو ما كانتش باتمان ولا سبايدر مان يعني. الشرطة وقفت مش فاهمة حاجة. الجثة ما فيهاش أي علامات ضرب أو مقاومة، والتقرير بيقول إنها غرقت. غرقت في خزان مية مقفول. يعني إيه؟ دخلت جوه وغطت الغطا من بره، ولا نزلت تغسل وشها واتزحلقت، ولا الجن كان بيعمل مسابقة تنفس تحت المية وقالت ألعب معاه؟ كل النظريات شكلها أغرب من اللي قبلها، والناس كلها لبست بدلة باتمان وبقت محققين. الإنترنت اتجنن، كل واحد بقى عامل فيها شارلوك هولمز وهو لابس بيجامة أساسا. في ناس قالت لك الجن هو السبب، وناس قالت لك الفندق أصلا ملعون، وواحد قال لك أكيد في حد قتلها، وفي العبقري بقى اللي قال لك هي كانت أصلا بتعمل ترند. بس النتيجة، مفيش دليل واضح على أي حاجة. التقرير الطبي قال إنها كانت بتتعالج من اضطراب ثنائي القطب، وقبل كده قال إنها غرقت، وده ممكن يفسر تصرفاتها الغريبة. بس برضه مين قفل الغطا بعد ما نزلت؟ مفيش إجابة. بصوا يا جماعة، على حسب المصادر اللي هتلاقوها كلها مرتبطة بالقضية موجودة تحت الفيديو. بس البنت فعلا كانت مريضة شوية نفسيا. بس الفندق ده برضه عليه علامات استفهام كتيرة قوي. في طاقة سودة خلت أي حد يدخله ممكن ما يخرجش منه تاني. الفندق معروف بأنه مكان شهد عدد كبير جدا من الانتحار والعنف. في ناس وصفته بأنه الفندق المحتضن للموت. ده حتى قبلها كان في قاتل متسلسل فعلا كان ساكن هناك. يعني لو الفندق ده في أي مكان في العالم كان المفروض يتقفل من أول يوم. فممكن تكون القصة مزيج بين المرض، القتل، الخوف، النحس، الجن. بس الغموض اللي حصل لحد النهاردة مفيش ليه أي تفسير. أنا بقى عايزك تجاوبني بضمير، لو انت مكانها وسكنت في فندق الناس بتقول عليه مسكون وفيه جن وجرايم قتل، وجالك صوت جوه دماغك بيقولك اطلع الأسانسير، هل هتطلع؟ ولا هتقولي يا عم أنا أشرب النسكافيه بتاعي تحت وخلاص؟ اكتب لي رأيك في الكومنت، ويا ريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. أنا بيبرز، وده كان لغز جوه أربع حيطان.